بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. لو انت أول مرة تخشي عندي القناة ما تنسيش تعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد، وتعملي اللايك، ولو انت من المتابعين تشوفي الفيديو للآخر وتدوسي على اللايك وتشيري الفيديو عشان يوصلك كل جديد، والفعل والدل على الخير كفاعله. معايا النهارده طبق سجق اهوت نص كيلو. ده سجق بلدي ماشي. ليه بقول بلدي؟ علشان خاطر بيبقى قليل فيه الدهون شويه عن اللي هو التاني اللي هو المجمد يعني. فبتختلف بتختلف في طريقه العمايل، ان انت ما بتحطيش دهون ماده دهنيه كتير زي التاني. معايا الخضار بقى اللي معانا فلفل اهوت متقطع زي ما انتم شايفين كده، جوليان اهوت، طماطم، بصل، الكميه على قد ما انت عايزه، يعني تقللي تكتري براحتك خالص. التوابل اللي معايا بقى النهارده عشان برضو بقول لكم ان هو بلدي، التوابل بتاعتنا هتختلف. بنحط له عشان هو بلدي بنتعامل معاه زيه زي اللحمه بالظبط. ورق لوري، عود قرفه صغير اهوت، كم فص حبهان، كم عود مسمار او قرنفل، ربع معلقه من توم البودر، شويه ملح، فلفل اسمر، بابريكا، كزبره ناشفه. اتوكل على الله ونسمي الله بقى ونخش كده على العمال على طول. اول حاجه هحط الطاسه بتاعتي على النار او الحل، وهنزل بمعلقتين 2 بس زيت اهو زي ما انتم شايفين، بسيط جدا جدا، مش هحط ماده دهنيه كتير. اول حاجه نزلت بيها البصل معايا اهوت، والملح نزلت بيه اهوت علشان خاطر يخلي البصل تدبل معايا بسرعه، على ما اقطع بقى معايا السجق كده مكعبات صغيره. زي ما انتم شايفين البصل دبل معايا اهوت، دبل بس مش احمر. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي كده علشان خاطر تتشوح مع البصل. زي ما انتم شايفين وسعت لها مكان كده. هنزل بقى على طول مباشره كده على قاع الحله بتاعتي، واديها تقليبه. انا مش هحمر، لا انا يا دوبك هشوح البصله بالتوابل كده لعند ما اشم ريحه التوابل في مناخيري كده. وبعد كده تشوفوا الخطوه اللي بعد كده زي ما انتم شايفين السجق بتاعي اتقطع زي ما انتم شايفين، قطع صغيره. هي الصباع بيتقطع على 4 قطع او 5 طبعا ما انت عايزه. بعد ما شوحت التوابل بتاعتي هنزل بقى بالسجق، وهديله تشويحه كده مع بعد ما اديته التشويحه وغطيت عليه، سبته لمده 5 دقايق ورجعت لكم اهوت. شايفين السجق بتاعي نزل الميه بتاعته. هديله برده كده تقليبه، واسيبه لعند ما يستوي بقى في ميته دوت، يشرب الميه اللي نزلها، واغطي عليه واسيبه شويه كده. هنشوف دلوقتي الاخبار ما شاء الله. زي ما انتم شايفين نزل مهما تكون بلدي مجمد لازم يكون فيه دهون كتير كده، مش عارفه ليه. هو دلوقتي شرب الميه بتاعته اللي نزل منها، مفيش دلوقتي غير الدهن اللي نزل منه هو اللي معانا. نزلت بقى بالفلفل، هدي الفلفل تشويحه كده وغطيه برده لمده 3 دقايق وارجع لكم. بعد 3 دقايق زي ما انتم شايفين الفلفل دبل، بس ما دبلش قوي، انا عايزاه كده يبقى لسه في القرشه بتاعته كده. هنزل بقى دلوقتي باخر حاجه بننزل بيها اللي هي الطماطم واديها برضو تقليبه كده من اهي مع بعضها، الطماطم بالفلفل بقى بالصدق او السجق، انا مش عارفه هو بالظبط، بس انا بقول سجق. وهديله بقى برضو نغطيه كده ونسيبه برضو لمده 3 دقايق ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه والله بامانه مش عارفه اوصفها لكم. ان شاء الله لما تعملوا الطريقه ديت هتشموا الريحه بنفسكم، وهتدوقوا الطعم بنفسكم، وهتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. يبقى كده وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اسهل وصفه للمستعجلين للموظفين. اشوفكم في حلقه جايه باذن الله. اوكي كده يبقى الاكل معانا خلص، ومكه هيت اللي طالبه الاكله ديت وحاطه اللعب بتاعتها هيت
يبقى كده النتيجه النهائيه اللي ان شاء الله اهوت. طبعا جرجير، رز عشان لو معاكي اطفال او بتحبي تحطي رز، عيش بلدي بقى، عيش شامي زي ما انت عايزه. وده منظر ايه السجق معانا مع شويه ترش خفاف كده. ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جايه باذن الله.